تفتكر اللي بنى المعبد ده كان بيصحى كل يوم الصبح ويقول أنا بشتغل أكتر من مديري؟ الإجابة أكيد لأ، وأنا هنا مش جاي أدافع عن مديرك اللي ممكن يكون بيعمل شغل مختلف أو شغل مش ظاهر ليك أو حتى ما بيفهمش حاجة وأنت بتشتغل أكتر منه. أنا بكلمك أنت، وإزاي إن التفكير ده مش هيساعدك، بالعكس هيأذيك، هيخليك ناقم على المكان اللي أنت بتشتغل فيه، كاره نفسك، كاره المدير، وعلاقتكم هتتدهور. بدل ما اقعد اقول انا بشتغل اكتر من مديري، حتى لو الكلام ده كان صح، ممكن اعمل حاجه من حاجتين: واحد، اركز على انا اقدر اتحكم فيه وعلى المهم what matters and what I can control، والحته اللي في النص دي هي اللي اركز عليها واعمل شغلي واخلص حاجتي واروح. تاني حاجه، ودي للناس اللي بتدور على الفرص في الكايوس: انا مديري ضعيف في ايه وازاي ادخل اساعده واتعلم وانا بسعى. وهنا ده حل مش مناسب لكل الناس اللي شايف ان انا مديري اصلا ما بيفهمش حاجه، اساعده ليه، خليه بيقع في شر اعماله. تمام، ده ابروتش مناسب ليك لو ده اللي انت عايز تعمله، بس فعلا هيضيع عليك فرصه التعلم. قولوا لي، هل انتوا من مدرسه انا بشتغل اكتر من مديري ومديري ده ما بيفهمش اي حاجه؟ وازاي الابروتش ده ساعدكم او ضركم في حياتكم؟ Let's Nova Mind.